أظن على البامية معروف كشكل هندسي ياخذ ثمان أضلاع. هو كشكل هندسي ياخذ 8 أضلاع. بعدين أنواع يعطيك عدد الطول بالحجم باللون هذا. المهم كمضلع هو ياخذ 8 أضلاع. البامية الديرية تختلف شكل ولون وطعمه عن غيرها. إذا وضعنا بامية ديرية وغير ديرية نعرف البامية الديرية إذا يجينا الورقة الشكل تختلف. ورقة عريضة الورقة الديرية تتميز عن الورقة الثانية، والشجرة تبعتها عالية جدا. إذا وضعنا الثمرة نميزها لأن البامية الديرية تكون مربوعة ليس بطويلة مباشرة. تسمى عندنا اللغة العامية البامية الشمالية، يعني هكذا. البامية الديرية تكون لونها أبيض وتكون مربوعة، والغير الديرية تكون طويلة أو حمراء أو تكون ما نقول سمراء خشنة. هذه هي نقدر نفرقها بيناتنا. والله احنا هنا معتمد عندنا البامية اللي بنسوونها يحطون بجنبها لبن شنينة. هذا المشروب اللي يشرب مع البامية.